السلام عليكم، الله يسعد صباحكم مساكم كل وقتكم يا رب حبايب قلبي حرار بلدي. موضوعنا اليوم اخواني عن موضوع النظافة. النظافة يا جماعة. يا جماعة اليوم يعني عم نشوف بعض الفيديوهات والمناشير. انت طالع اليوم على نزهة، طالع انت اليوم سيران، يا اخي خلصت احمل زبالتك وحطها بكيسك وارميها بمكان الزبايل او القمامة. يعني خلونا نحكي بهذا اللسان. يا عيني زبالتك هي اسمها زبالتك، خلصت انت شيء لو ارميها بمكانها. يعني معقولة بلد 54 55 سنة كانت مغتصبة وكانت أسيرة بإيد نظام حقير قذر عاش فيها الفساد، رجعت لك مريضة تعبانة منهكة تجي بتزيد عليها بتضربها؟ ما انت ما فرقت عن اي شبيحة واي شيطان كان يقتل معتقل بقلب المشفى. ما بتفرق عنه شيء انت. يعني لا يستغرب عنك الشيء اللي عم تعمله، انك انت بتشبه هذا الشبيح اللي كان يقتل مريض بقلب المشفى. انت عم تنحرر لسوريا نحر برمي زبالتك بالشوارع. والله العظيم يا جماعه احد الاخوه ما بدي اذكر اسمه قال لي من منظر انا جمدت من المنظر هذا. سياره من السيارات ماشيه بالشارع بالشام عند ساحه الامويه، واحدة محفظة لابنها عم تحفظه لابنها، طارت تحفظها وزتتها من بلور السيارة. لك انت ما بتستحي، لك انت ما عندك اخلاق، لك ما عندكم ناموس. يا عيني وساختكم خليها ببيتكم، بس ترموها بالشوارع وتأذوا الناس. والله العظيم لو وقفكم يوم الحساب. انا اشوف وسخة بالشارع وشيلها ورب العالمين يجمعني باللي زتها والله ما حسامحك. حتلاقوا ناس كثير واقفة وراكم إلها حق عنكم. موضوع النظافة يا جماعة هذا شيء عظيم. يعني هذا الشيء بيخليك يعني شو يعني انتمائك لبلدك انك تكون نظيف. اول شغله انك تكون نظيف. شوف بعد منها شلون بتعمر البلد. نظافه يا جماعه، نظافه. يعني واحد لك شخص عزيز على قلبك بتحبه، يعني ابنك اخوك ابوك كان بمعتقل صار له 50 سنه وطلع، شلون بتعامله؟ شلون بتداريه؟ تخاف عليه. هيك سوريا كانت. بتاخذ ابنك اخوك العزيز عليك على كل المشافي لحتى تشوفه واقف على رجليه بتطببه. لك سوريا اليوم هيك طلعت منهكه مكسوره. عم تيجي تاذيها تضربها وتكب الزباله بالشوارع وما تحترم القوانين. مثلك مثل اي شبيح ما بتفرق عنه شيء. واي واحد بيشوف انسان عم يكب وسخ بالارض يشتكي عليه، لانه هي مو بلده له، هي بلدنا كلياتنا. وما عندك انتماء اطلع منها او خلي وسخك ببيتك.